تصرف قام به رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع في نهائي كأس إفريقيا للأمم السيدات الذي جمع بين منتخبي المغرب ونيجيريا. شاهدنا تلك اللقطة عند نهاية المقابلة كيفاش مشى رئيس الجامعة الملكية المغربية نائب رئيس الكاف وعضو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، كيفاش نزل من منصة الشرفية ومشى عند الحكمة في وسط الميدان وبخها على الأداء نتاعها في ذيك المقابلة. وزدنا شفنا عند تسليم الميداليات لما صافحاته كان يهضر معاها بواحد الطريقة غير لائقة، مما اضطر رئيس الفيفا باش يهمس في وذنه وينبهه بأنه أمام عدسات الكاميرا. رئيس الفيفا تركيزه مع توبيخ لقجع للحكمة الناميبية أنسينو، الحكمة المساعدة اللي جات بعدها، لقات مادة يدها الأنفانتينو مدة طويلة وهي تنتظر باش يصافحها، ولكن هو كان مركز مع فوزي لقجع ونساها، وبالتالي ما صافحتوش المساعدة وتنقلت مباشرة صافحت فوزي لقجع. تصرف غير لائق تماما. للأسف هذا ما يبشرش بالخير لمستقبل كرة القدم الإفريقية. ضربة الجزاء مدتها الحكمة أنسينو للمنتخب المغربي، وبعد ذلك استدعاها الفار وخلاها تتراجع على قرارها الأول. الأمر سهل، حاجة كي نكونوا ما نعرفوهاش نمشوا لأهل الاختصاص نسألوهم. تقدر تسأل أي حاكم تقول له هل ضربة الجزاء اللي مدتها الحكمة المنتخب المغربي ثم تراجعت عنها هل هي شرعية أم غير شرعية؟ أنا سألت العديد من الحكام وكلهم قالوا لي بأنها ضربة جزاء غير شرعية. الآن القوانين تبدلت، كاين حالات حتى وتم اللمس تاع الكرة باليد داخل منطقة 18 الحكم ما راح يمد ضربة جزاء. هذا الشيء رانا نشوفوه مثلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، نفس الحالات حكام إنجليز ما يروحش أصلا للفار، هو ما يمدها والفار ما يستدعيه لأن اللقطة ما تلزمش على الحكم باش يعلن على ضربة جزاء. ولكن تصرف لقجع ليس الأول وليس الأخير. إذا تتذكروا في مونديال قطر المقابلة الترتيبية بين المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي قام بنفس التصرف في نهاية المقابلة عند تسليم الميداليات مع الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم. مسؤول كبير ما يديرش تصرف كما هذا. قبل هذه الحادثة تاع مونديال قطر كان تصرف أخطر من هذه التصرفين اللي دارهم في المغرب وفي قطر في نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي. كان اعتدى بالضرب على الحكم الإثيوبي تيسيما باملاك بعد نهاية المقابلة، وكان الحكم وقال بأنه اعتدى علي بالضرب، وحتى الاتحادية الإثيوبية لكرة القدم كانت رفعت شكوى به، بقاو يترجاو في الحاكم حتى دفعوه باش يسمح اللقجة. يا الفلاح الفاشل أروح، يا الاتحادية الفاشلة، يا الأبعاد، يا الكذابين، الشعب ثاقلكم. انت لو كان راك في بلاد العدالة اقسم بالله راك في الحبس بجوج ما 10 سنة على التهم اللي راك دير فيها. كما سمعتوا فهذا من بني جلدتهم، دائما كينتقدوا، ودائما في التحاليل ديالو كيسميوه حسين الابعاد، حسين الفلاح، دائما الاكاذيب والنفاق في التحاليل ديالو وعايقين به وعادي هو يواصل في التحليل ديالو وفي الاكاذيب ديالو مع وليد صادق رئيس الاتحاد الجزائري. سامعوا اليوم النقطة الهامة اللي يلزم نروحوا ليها، كأس افريقيا للأمم رجال على الابواب، راح تنطلق يوم 21 ديسمبر القادم في المغرب. راهم دايرين المستحيل باش هذا الكأس تبقى في المغرب. فوزي لقجع مرة طرحوا عليه سؤال يقولوا له باللي انت تأثر في الحكام، كذب هذا الشيء جملة وتفصيلا. ولكن هذه التصرفات أكد لنا بأنك فعلا تؤثر على الحكام وتحب فريقك فقط هو اللي يفوز، سواء تعلق الأمر بالمنتخبات الوطنية المغربية أو بناديك نادي نهضة بركان. ورانا شفنا نهائي كأس الكونفدرالية هذا العام بين سيمبا التنزاني ونهضة بركان المغربي، وشفنا الحكم الموريتاني دحام بيدا اللي ظلم الفريق التنزاني في ملعبه وأمام جمهوره. وراكم شفتوا ماذا حدث عقب تلك المقابلة. الحكم لم يكن نزيها، ووراء عدم نزاهته هناك تدخلات في الكواليس. إذا هذه الأمور تفضح أيضا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. إذا ما يقدرش يقول أنا ما نأثرش على الحكام. وأنا قلت لكم راهي جاية نهائيات كأس أفريقيا للأمم بالمغرب، لما اليوم الحكام اللي رايحين يحكموا مقابلات المنتخب المغربي في نهائيات كأس أفريقيا للأمم ويشوفوا تصرفات هذا المسؤول الكبير ويقوم بتصرفات أمام رئيس الفيفا شخصيا ولا أحد يوقفه عند حده. يعني الحكم اللي ما راحش يعاون منتخب بلده يقول لك لو كان ما نعاونش هذا المنتخب قادر هذا الانسان يوقفني نهائيا وما زيدش ناربيتري. وعلى هذا أنا نشوف بان كاس افريقيا الامم التي ستقام في المغرب التحكيم راح يكون هو هكذا تواجهوا بالكذب وتلصقوا التهم. انا اليوم البلاد اللي خلات واحد كيما انت فلاح
فلاح فاشل، حاجه الفلاحين اللي راهم يوكلوا في الشعب الجزائري، ما نجحت في الفلاحه نجحت في الرياضه. جايب لك دب ودير لي فيديو وتكذب وتنوفق ما يقدرش يكون عندكم حوار لو كان ما تكذبوش. انتم اللي وسختوا الجزائر حسين الابعاد، انتم سبب المهزله اللي رانا فيها، انتم سبب تفوق المغرب، انتم سبب تفوق المغرب بالعباده اللي كيما انتم. لا شهادات لا دراسات، واحد ما عنده حتى مستوى راه يحلل في بلاطوات ونلوم البلاطوات اللي راهم يجيبوا فيه. انا نلوم الدوله الجزائريه نقولها لك ديرك، رايحين جايين تلصقوا توهم تسبوا الناس في البلاطوات، لان انت بهلول كبير وجايح، كبير وجايح وتكذب، كذاب مسيلمه الكذاب الحقيقي انت هو. الفلاح دائما مفضوح مسكين، حسين الأبعاد دائما مفضوح، هو من بني جلدتهم يصفونه بالكذاب بالمنافق بما قارينش لا مستوى دراسي لا شهادات لا جامعات لا باك لا حتى شي حاجه. الناس مسكين فلاح كيجيبوه البلاطو كيبقى يكذب على عباد الله وينتقد. فوزي القجاع قال لك شد الحكم ديال النهائي ديال الزمالك ونهضه بركان عطاه الصلخه ديال العصا وهكذا. منين جبت هاد الاخبار وعطينا الدليل وعطينا هو من بني جلداتكم، يعني كينتقدكم وكينتقدك والطريقه ديال الكلام ديالك على الانديه وعلى المنتخبات وعلى بالماضي وعلى كثير من الانديه الجزائريه كلها اكاذيب. راه كتكذب على بلادك، اما حنايا راه حتى لا كذبت معليش، ولكن انت راه كتكذب على بلادك وهما راهم يفضحوك. نتابعوا. وإذا هدرنا على حكام آخرين اللي حكموا مباريات المنتخب المغربي، لما ندخلوا لوسائل التواصل الاجتماعي نشوفوا حتى ردود الأفعال تاع المغاربة، لأنه من بين المغاربة كاين اللي ما يحبوش المنتخب تاعهم يعاونوه الحكام بطريقة فاضحة، ورانا نقراو التعاليق تاعهم ونشوفوهم. كاين بزاف اللي راهم يقولوا للمدرب نتاعهم الركراكي لولا مساعدة الحكام لما بقيت دقيقة واحدة على رأس هذا المنتخب. تعاليق تاع مغاربة، فيديوهات تاع مغاربة ينتقدوا الحكام اللي يعاونوا منتخبهم. وبعد هذيك المقابلة 3 أشهر هذاك الحكم عاقبته الكاف لأنه تلاعب بنتيجة مباراة موريتانيا مع الكونغو الديمقراطية. مقابلة أخرى مقابلة النيجر المغرب، والتي استقبل فيها منتخب النيجر نظيره المغربي في المغرب. واش دار الحكم الصومالي محمد عبد القادر أرتان؟ دار فضيحة تحكيمية في ذيك المقابلة. كان المنتخب المغربي منهزم أمام النيجر حتى اللحظات الأخيرة وين عدل النتيجة وأضاف الهدف الثاني. كما شفنا مقابلتي المغرب مع تنزانيا في تصفيات كأس العالم ذهابا وإيابا، حاكم تشادي الحاجي ألاو دار أخطاء كارثية. تكون تشوف المقابلات تكتشف بأنها أخطاء متعمدة. مقابلة تونس المقابلة الودية والتي أثارت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام التونسية، وين كان الحاكم المالي بوبو تراوري هو من أثر على نتيجة المباراة بطريقة مباشرة. اللاعب المغربي يخرج الكرة تمشي 6 أمتار، الحكم يقول له لا ركنية، تتنفذ ويتسجل الهدف. ضربة جزاء المنتخب التونسي ما يعلنهاش. مباراة المغرب البنين مؤخرا الحكم التونسي محرز المالكي، فضيحة تحكيمية أيضا. إذا تتذكروا مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره البرازيلي في المغرب لما فاز المغرب ب2-1، الحكم التونسي صادق السالمي واش دار في ذيك المقابله؟ انا عمري ما شفت لاعبين برازيليين يحتجوا على حكم بتلك الطريقه. صارت فضيحه في ذيك المقابله، فضيحه تحكيميه. الجراب العالميه تاعي خلاص هو راح يقهر الفوق كاع على القمه كاع طلع مش هكا باغي يزيد يطلع، خص غير الطياره مازال ما طلعش. الفلاح مشى للعالميه، مشى المباراه ديال البرازيل والمنتخب الوطني المغربي قال لك سيدي الحكم التونسي دار فضيحه في ذاك المباراه واعطى النتيجه للمنتخب الوطني المغربي في المباراه الوديه في طنجه مع المنتخب ديال البرازيل. زيد الفكاهه زيد. إذا هذا الحكام يغلطوا غير لصالح المنتخب المغربي. ما كفاش أن المنتخب المغربي يواجه منافسيه ذهابا وإيابا في المغرب، يزيد الحكام يعاونوه. إذا هذا مؤشر أن كأس أفريقيا للأمم اللي راح تقام في المغرب راح تعرف فضائح تحكيمية لم يسبق وأن شاهدناها في الدورات السابقة منذ تأسيس كأس أفريقيا للأمم إلى يومنا هذا. لأن فوزي القجع يعرف بأن مصير بقائه على رأس الجامعة المغربية لكرة القدم مرتبط بفوز المغرب بكأس أفريقيا للأمم. عاد ذلك هو مهدد في المنصب تاعو سواء في الجامعة الملكية المغربية أو حتى في وزارة المالية. وبالعودة لمقابلة المنتخب المغربي السيدات مع نظيره النيجيري، وإن كانت فازت نيجيريا 3-2 بعد ما كانت متأخرة ب2-0، المعلق يهدر على اللياقة البدنية والدور تاع المدرب واللاعبات تاع المغربية تعياو. يا أخي كاينة حقيقة، انتم المنتخب المغربي هذا لعبتوا العجايز لعبتوه في هذه الدورة. حارسة المرمى مثلا خديجة الرميشي 36 سنة، راهي كبيرة على الحارس بونو، هذه راهي قريب نتيجة الحارس المرحوم ربي يرحمه ويوسع عليه علال بن قصو. ما سمعتم اخواني لهذا الفكاهي، يعني معظم الكلام ديالو ما خلاش الحكام لا المصريين لا التوانسه لا الافارقه لا كل هاد الحكام افسدوا كره القدم في افريقيا لصالح قال لك المغرب، وانه فوزي القجع راه يمهد الطريق باش انه التحكيم يكون معه. احنا ان شاء الله بحول الله نتمنى يكون التحكيم اوروبي اولا. نتكلم على النقطه هذه بانه الكاف وقيل مدير ديال التطوير ديال التحكيم على مستوى ديال الكاف، علاش ما تكلمش على هذه
النقطه هذه، ومعظم الجزائريين كتبوا لك لتحت ودي باللي علاش ما تكلمش بانه الكاف اقيل المدير ديال التحكيم. وكذلك ايضا غادي نشوفوا حكام جداد اللي غادي يدخلوا في اللجنه ديال التطوير ديال الحكام على مستوى الافريقي، ويكونوا ان شاء الله بحول الله حكام من اسيا، من امريكا اللاتينيه، من اوروبا، يكونوا حاضرين ان شاء الله في كان 2025 هنا في المغرب. على الجامعه وعلى الاعلام المغربي انه دائما يضغط على هذه النقطه المهمه جدا باش ان يكونوا حكام اجانب، باش هكذا الانديه والمنتخبات المغربيه تنصف. هذا السيد هذا كمرر مغالطات، يعني ما عندوش دليل، يتحدث عن فراغ، القجع دار، المنتخب الوطني المغربي، الحكم الفلاني، الحكم الفلاني، يعني يتحدث فقط وكما قال من بني جلدتهم فقط يصفونه بالفلاح، مجرد فلاح يعني كيخدم في الفلاحه، كيجيبوه لي بلاطو من اجل انه باش يمرر رسائل يعني ومغالطات واكاذيب، ومعروف عندهم يعني مجرد فقط يعني مهرج يعني يستعمل الاكاذيب من اجل بقاء في المنصب ديالو ويبقى قريب من رئيس الاتحاد الجزائري ولي صادي الذي دخل الى الكاف بشراء العضويه ديال تونس، وفي الاخير ما دار حتى شي حاجه. وراهم اليوم كينتقدوا كيقولوا كيفاش تدخل انت الكاف وراك غائب بشكل كبير على مستوى الاتحاد الافريقي. شفنا هنا في المغرب الحضور ديال شمال افريقيا، الرؤساء ديال شمال افريقيا اجتمعوا باش انهم يصلحوا كره القدم الافريقيه، يصلحوا كره القدم في شمال افريقيا، وهما غايبين. كذلك ايضا في الافتتاح ديال المكتب ديال الفيفا اللي غادي يبقاو تجيو عندنا، غادي يبقاو تشكيو عندنا بلا ما نمشيو لسويسرا، غادي يبقاو تجيو للرباط ان شاء الله بحول الله، المكتب ديال الفيفا، باش انكم بقاو تحطوا الشكاوى ديالكم ديال على مستوى الانديه والمنتخبات والتحكيم. هذا الشيء كامل ما كتكلموش عليه، فقط الاكاذيب وكذلك المغالطات اللي كمررها هذا معبد امون عبر القناه ديالو، وكذلك ايضا منابر اعلاميه جزائريه. اخواني كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما تبخلوش على باراء ديالكم، خليونا لايك الفيديو، الناس ما مشاركينش معنا في القناه اتمنى لكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. تحياتي لكم وديما المغرب.